تخيل معايا هاد السيناريو. بيلوت ديال مقاتله مغربيه من طراز اف 16 كيحلق على ارتفاع الاف الامتار. الرادار ديال الطائره ديالو كيلتقط هدف معادي بعيد بمسافه 70 كيلومتر. الطيار من طبيعه الحال ما شاف حتى شي حاجه بعينيه، لكنه واثق انه غيصيب الهدف بدقه لان الصاروخ اللي غيستعمل متميز بخاصيه اطلق ونسى. هنا الطيار كيضغط على زر واحد فقط، الصاروخ كينطلق بسرعه كتفوق 4 ديال المرات سرعه الصوت، والمفاجاه الصاروخ كيقيس الهدف ديالو بدقه متناهيه. الطيار المغربي ما كيحتاج حتى يبقى تابع الهدف حيت الصاروخ غادي يدير خدمته. اذا السؤال اللي كيطرح نفسه هنايا بقوه، شنو النوع ديال هذا الصاروخ المستعمل وعلاش امريكا وافقت تعطيه للمغرب، وشنو غادي يغير في ميزان القوه الجويه في المنطقه؟ اليوم غادي نكتشفوا الحقيقه الكامله. لكن قبل ما نبداو بطبيعه الحال جاتكم في بالكم شنو هي هذه الخاصيه ديال اطلاق ونسى فاير اند فورغيت؟ بعد اطلاق الصاروخ ما كيحتاجش الطيار التوجيه ديالو، الصاروخ كيستخدم الرادار اللي فيه الداخل منه لتتبع الهدف. هذا الشيء اللي كيسمح للطيار بالمناوره والهروب فورا. النسخه المستعمله هي سي 8 وهي واحده من احدث النسخ المتطوره في عائله امرام. قبل ما نبداو ما تنساش تدعمنا بلايك وابوني باش نستمروا، لكم جزيل الشكر. مؤخرا وافقت وزارة الدفاع الأمريكية المعروفة باسم البنتاغون على تزويد المغرب بصواريخ AIM 120 سي 8 أمرام. ولكن السؤال هو، واش هذا مجرد صاروخ عادي؟ الجواب من طبيعة الحال لا، هذا واحد من أخطر الصواريخ جوجو في العالم. كيتم الاستخدام ديالو من طرف أقوى الجيوش الجوية مثل القوات الجوية الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي وعدد محدود جدا من الحلفاء الاستراتيجيين ديال أمريكا. إذن علاش هذا مهم؟ لأن نوعية السلاح كتعكس مستوى الثقة. المغرب كيعتمد على مقاتلات F-16 فايتين فالكون، واحد من أنجح الطائرات المقاتلة في التاريخ. هاد الطائرة كتميز بسرعة كتوصل لأكثر من 2400 كيلومتر في الساعة، كتستخدم صواريخ متطورة وكتقوم باكتشاف الأهداف من مسافات بعيدة وكتشتبك مع عدة أهداف في نفس الوقت. واش هاد الشيء هذا كافي؟ راه بدون صاروخ متطور حتى أقوى طائرة كتكون محدودة. وهنا كيجي الحل اللي هو AIM 120 سي 8، صاروخ متطور جدا. هذا الصاروخ كيتعتبر صاروخ جوجو متوسط حتى البعيد المدى. من طبيعه الحال غيطرحوا في بالكم هذا السؤال، اش يقول هذا الشخص هذا؟ شنو اللي كيخلي هذا الصاروخ مرعب لهذه الدرجه؟ غنقول لكم اولا هو انه صاروخ سريع. هذا الصاروخ كيقدر يوصل لسرعه كتفوق 4 ماخ، يعني اكثر من 4900 كيلومتر في الساعه. ثانيا المدى ديالو كيقدر يضرب أهداف على مسافة من 70 إلى 100 كيلومتر حسب النسخة ديالو. ولكن الأهم هو نظام فاير أند فورغيت. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن الطيار كيطلق الصاروخ والصاروخ كيبحث بوحدو على الهدف وكيستخدم الرادار ديالو الخاص باش يلقاه. الطيار يقدر يهرب، يغير الاتجاه أو حتى يهاجم أهداف أخرى. هذا كيمنح أفضلية قاتلة في الحروب. وفي الماضي كان لازم على الطيار يشوف العدو بعينيه، لكن اليوم لا، باستخدام ديال تقنيات BVR كيعني Beyond Visual Range. القتال كيوقع قبل ما حتى يشوف الطيار العدو. وهنا غنطرح واحد السؤال آخر، شنو كيوقع للطيار المعادي؟ كيكون من طبيعة الحال في خطر كبير جدا قبل ما يعرف حتى أنه مستهدف. الإنذار كيكون متأخر والوقت ديال الرد شبه منعدم، وهذا كيغير قواعد اللعبة بالكامل. راه صاروخ AIM 120 سي 8 أمرام ماشي مجرد صاروخ عادي، هو نظام ذكي كيستخدم رادار نشط خاص به، أنظمة تتبع متقدمة، قدرة على مقاومة التشويش الإلكتروني. يعني حتى إلا حاولت الطائرة المعادية الهروب، الصاروخ كيقدر يتبعها فين ما مشات، وهذا كيخلي نسبة النجاح ديالو عالية جدا. راه امتلاك هذا النوع من الصواريخ كيعني عدة أشياء. أولا تعزيز الدفاع الجوي، ثانيا رفع القدرة ديال الرادع وتحديث سلاح الجو المغربي. المغرب أصلا كيستثمر بشكل كبير في تحديث القوات المسلحة، خصوصا القوات المسلحة الملكية المغربية، والهدف واضح: حماية المجال الجوي الوطني وردع أي تهديد محتمل. راه في الحرب الجوية الحديثة أول من يرى هو أول من يطلق، وأول من يطلق هو غالبا أول من ينتصر. والسؤال الآن،
هذا سؤال لكم نتوما. واش كتشوفوا ان هاد الصواريخ غتغير ميزان القوة في المنطقة؟ وهل نحن امام مرحلة جديدة من التفوق الجوي المغربي؟ كتبوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الاشتراك في القناة لان القادم اخطر. وفي الاخير راه اقتناء المغرب للصواريخ امرام كيشكل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز قدرات الدفاع الجوي ديالو. هاد الصواريخ المتطورة اللي تصنعات من طرف شركة رايتون وبدأ من الولايات المتحدة كتعطي تفوق كبير في المعارك الجوية بفضل نظام اطلق ونسى اللي هدرت عليه قبل والمدى البعيد ديالها. هاد التطور كيخلي القوات المسلحة الملكية المغربية أكثر جاهزية لحماية المجال الجوي الوطني ديالها، وكيعزز قوة الردع ضد أي تهديد محتمل. بمعنى آخر، دخول هاد الصواريخ للخدمة ماشي غير إضافة سلاح جديد، ولكن هو نقلة نوعية كتأكد أن سلاح الجو المغربي ولا كيواكب أحدث التكنولوجيا العسكرية العالمية، وكيحافظ من طبيعة الحال على أمن وسيادة البلاد بثقة وقوة. الفيديو ديالنا قد شرف على الانتهاء. أشكركم شكر جزيل على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.